السلام عليكم العشرة. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جبت لكم واحد القصة اللي مرعبة بزاف. وقعت له واحد العساس ديال العمارة. يعني قصة اللي خايبة ومرعبة في نفس الوقت. إذا أول حاجة خليونا واحد لايك لا فيديو باش يطلع الناس أخرين. وإلا كنتي أول مرة كتشاهدنا فهذه قناة مختصة في القصص، والأكثرية كنحطو فيها القصص المرعبة. إذا بلا ما نطول عليكم المقدمة، نبداو على بركة الله. واحد النهار بحال كاع باقي الايام، جلس في الباب ديال العماره وجلس مراقب التحركات ديال هادوك اللي كيدخلوا وكيخرجوا. يعني بزاف ديال الناس كيدخلوا، وكاين اللي كيدخلوا كيمشيو كيشفروا البيوت ديال عباد الله وكيدخلوا عليهم. يعني مراقب كاع البلاصه. بحكم اننا هو العساس، ضروري كنشوف الداخله والخارجه. واحد شويه ويجيني واحد الشخص اللي نوصف لكم بعدا البنيه الجسمانيه ديالو. واحد الشخص اللي طويل تبارك الله، هامر بحال اللي كيترين الحديد وسمر. فاش شتو انا قلت واقيلا غادي يكون من دوك عزاوة اولا دوك الافريقيين. هادشي اللي جا على بالي. ففعلا جا عندي قال لي اسمح لي، راه صيفطوني عندك شي ناس وقال لي انك كتعرف شي بيوت هنا للكرا. فعلا قلت له هي مرحبا. كاينه واحد البيت هي اللي بقات، ولكن فيها ثلاثه ديال البيوت و... ولكن الثمن شويه طالع. الثمن ب1700 درهم. قال لي ماشي مشكل. فاش قال لي ماشي مشكل صراحه استغربت، لان بزاف ديال الناس جاو عند ديك البيت فيه غير ثلاثه البيوت وب1700 درهم شويه طالع على الثمن. الاغلبيه ما كيقبلش بداك الثمن. فعلا قلت له يلا نمشي نوريك البيت بعدا كي دايره. قال لي لا صافي ماشي مشكل. صافي غير الصي مع مول الدار. انا غادي نتغدى ان شاء الله، غادي نرجع وغادي نسكنو. فعلا قال لي. قلت له صافي غدا ان شاء الله اجي ارجع باش من هاد تشوف البيت، من الا بغيتي تسكن من الغدا نيت واجي. شويه هو يجبد لي 2000 درهم. قال لي هاك هادي عطيها لمول البيت والباقي شدو راسك. فعلا فاش داكشي انا استغربت وشديت فلوس وخبيتهم في جيبي ومشى السيد. بقيت انا واحد شويه وصونيت على مول البيت وقلت ليها شنو قالي. فعلا جا هو عندي في الحال. جا عندي ومديت له دوك الفلوس. قلت له ودي شنو كاين وشحال عطاني. قال لي صافي ديك الزياده ديالك بصحتك. فعلا مشى ولا غد ليه. جا السيد جا والغريب في الامر جا هو بوحدو. قال لي عطيني الصور ديال البيت. عطيتو الصور ديال البيت مشيت طلعت معاه وريت له البيت وشنو كاين فيها وداكشي. المهم مع وصل الباب ديال البيت قال لي صافي ما كاين لاش تدخل. صافي انا عارف البيت، صافي ما كاين لاش تدخل. فعلا استغربت. السيد ما عمره ما دخل البيت. قال لي انا عارف البيت. قلت له ايه صافي على خاطرك دخل. فانصرفت انا في ديك اللحظه وبقيت حتى العشيه تقريبا. كان بقى حتى ديك 10 ديال الليل عاد كنمشي كالناس. وواحد شويه كنشوف الضو ديال العماره كيتقطع ويرجع. مشيت بديت بغيت نشوف شنو المشكل ديال ديك البوله اللي محروقه ولا شنو مالها. لان ما كيتحرقوش دغيا، كيدوزو تقريبا 6 شهور وعاد كيتحرقوا. والغريب في الامر اني يلاه بدلتهم ما كاملاش حتى 15 يوم. بقيت كنقلب فين هو الديفو. لقيت جوج بولات اللي فيهم المشكل. والغريب في الامر ان ديك البوله في جهه ديك الدار اللي يلاه تكرات جديده. فاستغربت بزاف لان ديك البوله يلاه بدلتها ما كاملاش 15 يوم. فعلا بقيت كندق على السيد، بقيت كندق عليه فما جاونيش. وقيلا قلت يقدر يكون خارج ولا شي حاجه. صافي خليته. فنزلت مشيت جبت البولات جداد وركبتهم. فعلا خدموا. وما هادوك لا غد لي عاوتاني نفس الشيء. السيد اللي كان في ديك البيت ما بانش نهار كامل. ما جات ليك جويه 9 ديال الليل. جا ومشى طلع ما قال لي حتى السلام. فعلا استغربت. السيد يلاه سكن وما عرفتش مالو. المهم خليته، يقدر يكون عنده شي مشاكل عائليه ولا شي حاجه. المهم ما ديتهاش فيه، قلت الله يحسن الاوان، يقدر تكون عنده شي حاجه. فخليته
وبقيت جالس بلاصتي. واحد شويه كنشوف عاوتاني البولات كيطفاو وكيرجعوا. المهم فيهم شي مشكل. مشيت طلعت، وهنا فين غنتصدم. المشكل ان دوك البولات اللي بدلت غير البارح وما لقيتش فيهم عاوتاني نفس المشكل. ورجعت بحالي، بقيت جالس وبقيت كنساين مول الكرا حتى يجيو ونسولو على السبب فاش كيتحرقوا البولات. قلت راه يقدر يكون عنده السبب في البيت، او لا شي فيزيبل عنده محروق ولا شي حاجه. المهم بقيت جالس كنساين ديك العشيه كامله باقي ما جاش. المهم بقيت كنساين حتى دارت العشرة اللي هي الوقيته ديالي فاش غادي نمشي بحالي. السيد مازال ما جاش. واحد شويه تجي لي واحد الفكره انني مشيت عند صاحبي واحد البقال اللي كاين غير تما حدانا، وعاودت ليه البلان كامل حيت هو كيعرف شويه في التريسان وداكشي. المهم طلع معايا باش نتفقدوا ديك البلاصه ونشوفوا ياك ما كاينش شي فيزيبل تما ولا شي حاجه ولا شي سيركوي ولا شي حاجه. المهم طلعنا انا وياه، يلا وحنا طالعين في الدروج بقى تيتقطع الضوء. فعلا فاش شاف صاحبي هادشي قال لي راه شي مشكل عندك هنا. فعلا طلعنا حتى قرب ديك الدار، ولكن داك الرقم ديال ديك البيت ما كانش تما. يعني ديك البلاصه او داك الباب ما كانش، كان بلاصتو جدار كامل او لا حيط، يعني الباب ما بقاش. الصديق ديالو قال له ما يمكنش، فين هي البيت انت اللي كتقول لي؟ قلت له انا متاكد راه هنا فين كاين البيت، راه هنا هاد البلاصه هي فين كاين الباب ديالها. بقى تيشوف حتى هي، قال لي واقيلا انت راك مريض وخاصك الراحه ولا شي حاجه. المهم بقينا جالسين تما واحد شويه، بقينا كنسمعوا شي اصوات اللي غريبه وشي همسات وشي ناس كيهضروا بشويه. فاش سمع صاحبي داكشي قال لي هادشي اللي عندك راه غريب بزاف، راه ماشي شي حاجه اللي طبيعيه وما كتدخلش للعقل. فعلا بغينا نهبطوا. فاش يلا جينا باش نهبطوا، الدروج اللي جينا منه ولا طلعنا منه ما بقاش في ديك البلاصه. يعني واحد الصدمه اللي كبيره بزاف. تما فين عاق الصديق ديالي ان ديك البلاصه راها مسكونه ولا فيها شي حاجه ماشي طبيعيه. فعلا مشيت هربت عند واحد الجار اللي حدا ديك البيت اللي تكرات، واحد السيد اللي كنعرفو تما. بقيت كندق عليه وكنضرب الخف حتى هي تمشي تسد، وتوليت هذيك البلاصه حتى هي جدار كامله. فبقيت كندق بالجهد. واحد شويه يحل عليا قال لي مالكم كتدقوا بهذه الطريقه هذه، وبقى يحنزص فينا. وصراحه حتى هو تخلع وحكينا ليه البلان، قلنا له ان شنو كاين. واحد شويه قال لنا يلا نمشيو نشوفوا شنو هادشي اللي كتقولوا، شنو هاد التخاريف. فعلا مشينا معاه، ولكن هنا فين غتكون الصدمه. مشينا رجعنا ديك البلاصه، لقينا الباب راه موجود في بلاصتو، الدروج كاين بلاصتو، وحتى البولات اللي كانوا محروقين ومره كيشعلوا وكيطفاو فعلا كانوا مقادين بحال ما وقع حتى حاجه. فعلا فاش شفنا داكشي انا والصديق ديالي جاتنا واحد الصدمه وما عرفناش شنو نقولوا. بقى الاخر غير تيشوف، قال لنا انكم راكم يعني شي حاجه بكم، ولا راكم عيانين ولا بقوه الصهير، فسيروا ترتاحوا شويه. فعلا نزلنا وحنا نادمين على اننا بداكشي اللي درنا، كنا باين باننا راه غير تنخربقوا وتنخرفوا. هبطنا لتحت وبقينا جالسين. واحد شويه هو يجي داك الراجل اللي كرا ديك البيوت. فعلا جا ودايز بصمت، ما قال لا سلام لا حتى حاجه، وطلع نيشان للدار ديالو. فاش طلع لتمايا فعلا غير طلع بواحد 5 ديال الدقائق، بقاو عاوتاني البولات كيطفاو ويشعلوا. فعلا شي حاجه اللي مرعبه بزاف. طلعت عاوتاني لديك البلاصه وبقيت كندق عليه، كندق وهي تخرج عندي واحد البنت اللي صغيره. قلت لك عافاك بنتي كلمي لي بابا. قالت لي يا بابا راه ما كاينش، ممنوع اي واحد يدخل لهاد البيت هادي. قلت لها راه بغيت انا غير نشوف ياك ما كاينش سيركوي في البيت ولا شي حاجه، حيت هاد البولات كنبدلهم كيتحرقوا. قالت لي راه ممنوع، واللي دخل هاد البيت راه غادي يموت.